الدين التبوني هذا طلع مغذي ولذيذ جميل، قال لك رمضان ليس ولا هو فرض ولا هو ركن ولا حاجة. اللي عنده مال يستطيع أن يدفع مال مقابل ألا يصوم، صلى الله وبارك، ولا تجوعوا ولا تتبعوا ولا تتعبوا. الله 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 الله. عندما يصبح التبوني بالحاج اللي حابسينه، يعني النخب والعلامات والعلماء والمشايخ المحترمين هو إما تحت الإقامة الجبرية وإما قد ماتوا في العشرية السوداء. ما عاد فيش. اللي موجودين الآن هذولا متدينين مخابراتيا، متدينين تابعين للمخابرات عبلة للمرادية. ولذلك أنا والله العظيم لا أتصور أبدا، لا، لأنه أنتم أصلا حديثي عهد بمسألة المساجد، أنتم ما فيش عندكم خبرة أصلا، وسبحان الله غير مقبولين. والله أنا لست الوحيد. عندما تسمع التوانسة مقبولين، المغاربة مقبولين، اليمنيين مقبولين، حتى السودانيين مقبولين، الذين من جميع البلدان. لما تقول لك إمام يمني، الله، إمام مغربي، يا سلام، إمام تبوني، أعوذ بالله يا أخي، يترك الصلاة ويمشي ما عاد تصلي. كتب عليكم الصيام على الاختيار. كيف كتب على الاختيار يا أخي؟ هذا مدري فرنسي وما، يا أخي كتب يعني فرض، يعني أقر. هذه في لغة العرب معروفة يا صاحبي، انتش قاعد تخربط، الله يهديك. أما وتقبل الله منا ومنكم الصلاة والصيام. ولو أنه مش فرض، صيام رمضان ليس فرضا حسب فتاوى الكذب والمجون على مذهب العلامة تبون، فإن رمضان ليس فرضا. وسنأتي لكم بالفتوى الكارثية التي عملوها، طلع اختياري وإحنا جالسين نجوع ونتعب. والله نحن قسم بالله العظيم يا جماعة الدين التبوني هذا لذيذ. الدين التبوني هذا طلع مغذي ولذيذ جميل، قال لك رمضان ليس ولا هو فرض ولا هو ركن ولا حاجة. اللي عنده مال يستطيع أن يدفع مال مقابل ألا يصوم، صلى الله وبارك، ولا تجوعوا ولا تتبعوا ولا تتعبوا. الله 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 الله. عندما يصبح التبوني مفتيا. سنأتي إلى هذه الفتوى الكارثية. سلامي عليكم ونسلم عليكم في هذا رمضان الكريم، ونقول لكم عواشر مبروكة ورمضان كريم وكل عام وأنتم طيبين. احنا يعني أعتقد في أكثر من مناسبة، وعندما تحل علينا مناسبة دينية سواء كانت رمضان أو غير رمضان أو أي شيء، نناشد الكائنات الغريبة والعجيبة في ذلك البلد العجيب إنه العبث الذي أنتم تمارسونه والشوشعة والتخلف العقلي والهوس الذهني والتشعيبات التي تأتيكم وتلك الحالات الغريبة التي تأتيكم، احنا أكثر من مرة نقولها لكم كمسلمين أن ديننا وعقيدتنا وثوابتنا الدينية غالية علينا، وليست مادة لأن يأتي جزائري يتشوشع ولا واحد تبوني يفتي وتدخلوا ثوابت الدين والثوابت الدينية وتعبثون بها وتكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا لكم يا جماعة، تشوشعوا لكم مع فرنسا، تشوشعوا لكم في الشهداء، تشوشعوا لكم مع المغرب، تشوشعوا لكم مع سعد الشرعي، تشوشعوا لكم في أي مكان، لكن قرآن، رسول الله، دين، صوم، صلاة، ولا ابعدوا. لازم تبعدوا يا أخي. أنتوا غير مؤهلين حتى أن تقروا قرآن. يعني ما فيش، ما أنا لا أتخيل الكائن التبوني متدينا. اعبثوا بعيدا عن ديننا، الله يرحم أبوكم يا جماعة. قلنا لكم 1000 مرة، خلوا هذا الهرطقات التي تأتيكم وهذا الخرابيط التي تأتيكم بعيدا عن الدين وعن العقيدة وعن الثوابت الدينية. هذا الكلام اللي انتم عاملينه يضايقنا نحن كمسلمين. المسألة الآن، الخلاف معكم الآن ما هو سياسي. لا تجي تقول لي عميل المخزن وعميل جدتي. أنت تعبث بديني وعقيدتي وتعبث بمقدساتي الدينية. واحد يألف لك قرآن، واحد يوقع لك كعبة، واحد يكذب على النبي، واحد يخرط لك على واحد يطلع لك الآن يقول لك الصيام ليس فرضا، وفي قناة جزائرية ويوصف نفسه بأنه مختص في علم الشريعة. لا إله إلا الله. اللهم صبرنا على هؤلاء القوم، اللهم امنحنا الصبر يا رب العالمين. والله يا إخوان الكرام، كل شيء ممكن أن نناقش فيه، وكل شيء يمكن أننا نلتمس لهم عذرا،
يخربطوا لهم في لكن عندما يدخلوا في الدين هذه مشكلة وهذه كارثة وهذه واحدة من المصائب التي ابتلينا بها مع هؤلاء القوم. فتاوى حاجات عجيبة، كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعرفوا الحاجات القديمة. أنا الآن جايب لكم حاجات جديدة، جايب لكم حاجات جديدة جدا. بل التفسير يقول لك هذه السورة نزلت في الجزائر، وهذه السورة وهذا المعنى ومعنى قوله تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأسا شديد هو أصلا نزلت في أهل الجزائر لأنهم أصحاب بأس شديد. ما هو هذا؟ ما هذا السخف الذي نعيشه مع هؤلاء القوم، والذي يتركهم على راحتهم يدخلوا في الموضوع؟ أصلا من حيث الأساس ما يمكنش أن نتخيل أن الكائن التبوني متدينا. ما الدين ما وش راكب عليهم، ما وش راكب الدين نهائيا. لما أنت تيجي تشوف الكائن التبوني ما ينفعش يكون متدين. وحتى المؤسسات الدينية يا جماعة، لو نقول الفساد عندهم في المرادية، الفساد في الدوائر الحكومية، الفساد في وزارة الخارجية، الفساد في عقل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في عقل شنقريحة، في عقل العسكر. لكن حتى المؤسسات الدينية عندهم خربانة يا جماعة. حتى المؤسسات الدينية لا تؤدي غرضها ولا تؤدي الذي منوط بها، وعندهم أفكار غريبة وأفكار عجيبة، ولا يقولون كلمة حق ولا ينكرون منكرا ولا يعرفون معروفا ولا يقروا شيء. يعني هذا البلد حتى المؤسسات الدينية فيه خربقة وحالتهم حالة، والله العظيم أنها مشكلة. بس هذا الفائدة الوحيدة، هذا الشطحات الدينية لدى الكائن التبوني نفعتني مع الإخوة السعوديين. أنا كنت في الحساب اليمني مع سعوديين، قالوا لي أرسلوا لي دعوة وجيت حضرت عندهم في التيك توك. طبعا الإخوة السعوديين في الفترة الأخيرة ونكاية في الإمارات بدأوا شوية يتقربون من الإخوة الجزائريين، فقلنا لهم يا أخواننا في السعودية عملنا لهم نصيحة أنه انتبهوا، هؤلاء ناس عندهم فجور في الخصومة، هؤلاء ناس سبابين لعانين، فلا تتعاملوا فلا تنتقل منكم العدوى فتتعاملون مع إخوانكم في الإمارات كما يتعامل الجزائري مع أخوه المغربي، وانتبهوا كذا. ثم يعني لعبت على وتر أن الإخوة في السعودية يكرهوا البداع، هكذا هم كبروا هكذا على فتاوى بن باز وبن عثيمين، وأنهم لا يحبون البدع ولا يحبون الكلام الفارغ ولا يحبون الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحبون الشطحات الدينية. يعني الإخوة في السعودية الأغلب منهم ولا نقول كلهم يعني عندهم حساسية في الدين. فلما طلعت قلت لهم يا أخواني أنتم تعرفوا هؤلاء الناس عندهم أشياء لا يمكن أن تنسجم معكم أنتم كنفسيتكم في السعودية. ما يمكن للسعودي أن ينسجم مع هذا الكائن التبوني، ما ينفعش لا من قريب ولا من بعيد. فقلت لهم على الأقل دينيا على الأقل فكريا لن تنسجموا معهم. قالوا كيف؟ قلت هل تعلمون أنهم يقولون كذا وكذا وكذا؟ فذكرت لهم ثلاث نماذج وشغلتها لهم. شغلت لهم وزير الأوقاف الجزائري وهو يخرط خرطة عابرة للقارات في عرفة. وتشوف في عرفة عندكم في السعودية يأتي وزير الأوقاف ويردد كلمات أغنية، وشغلت لهم هذاك المقطع ويقول يا محمد مبروك عليك الجزائر رجعت لك. قلت تخيلوا أن هذا يكذب على الحجاج الجزائريين بأنه عندما تم تحرير الجزائر بأن ما أدري من هو هذا الشيخ الكبير عندهم العلامة أنه رأى في المنام أن الجزائر أهديت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والسعوديين مصدومين مساكين ما مدارين والو. عكست شوية للإخوة السعوديين نوعية العقل يتبوني. قلت تخيلوا وشغلت لهم هذا وقلت يا محمد مبروك لم نجد يا رسول الله، يا رسول الله لم نجد ما هو أغلى من الجزائر حتى نهديها إليك يا رسول الله. السعوديين مساكين كل أعوذ بالله أستغفر الله العظيم. وبعدها شغلت لهم يا محمد مبروك عليك الجزائر رجعت لك، أنا اللي علي أنا درت باقي أنت تدير اللي عليك. وشغلت لهم من أنها أغنية وخرط عليهم وزير الأوقاف داخل عندكم في السعودية، عندكم لا في عقر داركم في عند في يوم عرفة
خرط عليهم. والله صدموا صدمة مساكين ما بعدها صدمة. وقلت لهم أيضا بقصة ذلك الشخص، وأن الجزائريون يعتقدون أن هناك نبي أرسل إليهم خصيصا. قالوا لا مش معقول. قلت أنتم مفكرين أنه الأنبياء كلهم عندكم صالح ومحمد؟ في أنبياء في الجزائر، لا تفكر نفسك أنت الوحيد اللي عندك نبي. السعوديين وإحنا اليمنيين والعراقيين والشوام والفلسطينيين اللي عندنا نزلوا أنبياء. لا لا لا، في الجزائر نزل نبي. قالوا يا أخي ما في الجزائري، ما فيش نبي في الجزائر الله يهديك. قلت لا لا في واحد. وبعدين طلع ولد خالة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نبيهم هو ابن خالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ايه قالوا كيف؟ قلت يا اخي واحد اسمه خالد بن سنان. يا اخواننا في السعوديه انا قد قلت لكم ما يصلحش انكم تتقاربوا مع هذا الكائنات الحمقاء. اذا كانت هذه افكارهم الدينيه كيف ستكون افكارهم السياسيه؟ قالوا من هو هذا خالد بن نبي؟ خالد بن سنان. قالوا اصلا الاسم نفسه ما هوش اسم نبي. قلت يا أخي هذا نبي نزل في أهل الجزائر، وهو يعني على قرابة مباشرة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه ابن خالته. قالوا بلا جنان. قلت أنا ما أجيب لكم شيء من عندي. شغلت لهم المقطع وهم يقولون خالد بن سنان وموجود هذا الضريح ويزورونه إلى هذه الأيام، ما زال إلى هذه الأيام يزورونه في الجزائر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم تكتب له زيارتي فليزور ابن خالتي. اللهم اني صايم يا رب بالسلامه. مساكين السعوديين حبسوا عقولهم صدت. قالوا واو 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 واو. وقلت لهم بس هذا لعلمكم هذه امثله، احنا ما ذكرنا لكم على الكعبه الذي يريدوا ينافسوكم فيها وعملوا كعبه وبيحجوا ليها، وما عاد ذكرنا لكم انه حائط البراق طلع جزائري، وان اول من فسر القران جزائري، واول من الف صحيح البخاري. مساكين السعوديين لما طننت عقولهم حبست. ايوه بس اعطيكم لانه انتم مساكين انتم جايين بينكم شويه رمسسه وبيغازلوكم وتغازلوهم، والسعودي فوق فوق ومدري ايش، وانت تقول لي الجزائري بلد المليون شهيد، وكل واحد منكم يطلس الاخر. ايش فيك انت تتعامل مع حماق، مع مستشفى مجانين؟ والله العظيم اني قلبت السعوديين قلب مساكين. قالوا لا 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 لا, لا هذه كائنه. قلت لهم بس شوفوا الفتره، شوفوا الاخيره ما هو مؤخرا. ففتحت لهم مقطع لرئيس الوزراء، لأنه هناك من قال هؤلاء أفراد في الجزائر، يعني هذا واحد يقولها واحد. قلت أنا أجيب لك أشياء من نخبهم ومن مفتيهم ومن منابرهم. وقلت له افتح، وافتح له رئيس الوزراء وهو يفسر سورة الحديد أثناء ما كان يتحدث على غار جبيلات المنجم الضخم للحديد، وأنه هذه سورة الحديد أصلا نزلت في الجزائر في غار جبيلات، وأنه وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. قال البأس الشديد هنا مقصود به الجزائريين لأنهم شواكر الأفريق وأبطال ويستشهدوا ويجاهدوا في سبيل الله. قل والله قلت أنتم ما قد شفتوا والو، أنتم والله ما قد شفتوا والو يا أخواننا في السعودية. فأنا قاعد أعطي الأخوة في السعودية شوية جرعات يفهموا مع من يتعاملون، أنهم يتعاملوا مع ناس عندهم مشاكل نفسية، عندهم ما عاد قلنا لهم شيء بالشهيد اللقلاق، ولا عاد قلنا لهم بالشهيدة الحجرة المجاهدة، ولا قلنا لهم انه عندهم بقرة لا بغلة حركية، انه في بغلة ضبطت صاحبها رفست المجاهد من عليها وهربت بالخرائط والأسرار العسكرية وذهبت إلى فرنسا وطلعت دابة بنت دابة حركية. ما عاد قلنا لكم جوالو إلا أعطيناكم شوية بعض المفردات. والإخوة السعوديين هم يحبوا الدين هكذا، ما يحبوش هذا الأشياء. يعني كده شوية حبسوا تراجعوا، لأنه شوية أنا حسيت تقارب غبي، تقارب غير طبيعي للنيل من الجزائريون يستخدمون السعوديين لتشويه المغرب، والسعوديون يستخدمون الجزائريين لتشويه الإمارات. لا 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 لا, لا. أنتم بعيد عن هذه التركيبة، وبعيد وأنتم لا تعلمون من أين تؤكل الكتف. إذن هذا بس أعطينا الإخوة، ونحن لا نثق لا في المؤسسات الدينية في هذا البلد ولا في المتدينين، خراطين يقولون كلاما ما يدخلش العقل. ومع هذا تعتبر فرصة
للجزائريين الشرفاء المحترمين، وأكيد في هذا البلد منهم محترمين وطيبين ومتدينين ويحبوا الدين، أيضا السبابين اللعانين هذولاك، فرصة أنكم تصوموا للرحمن، تنذروا للرحمن صوما، يعني تصوم ألسنتكم من السب واللعن وقذف المحصنات والولوغ، فرصة تدربوا في هذا الشهر، يعني دربوا نفسكم، لأنه في فرق بين الصيام والصوم. الصيام هو أن تمتنع عن الأكل، أما الصوم فهو أن تمتنع عن الكلام. إني نظرت للرحمن صوما، يعني ما عاد تتكلمش، وإحنا ما نقول لكم ما عاد تتكلموش تمام، لكن صوموا عن الكلام البذيء، صوموا عن الحقارة، صوموا عن قذف المعرضات، عن قذف المحصنات، صوموا عن قذف الأعراض، صوموا عن الطعن في المحارم والأنساب والناس والنساء والأسر والزوجات والأمهات. صوموا على الأقل في رمضان إن شاء الله، وبعد رمضان تبدأوا تتدربوا وتعملوا لكم كذا حل إن شاء الله. طبعا أنتم تعلمون موقف هذا الرجل المدلس، وهذا جزائري وهو عميد مسجد باريس الكبير. يعني شوفوا مسألة آفة تسييس الأمور الدينية وتسييس المساجد، يلجؤون حتى إلى مسألة التسييس. المجلس الفرنسي لمسلمي فرنسا بل لمسلمي أوروبا كلهم أجمعوا على أن الفلكيا رمضان اليوم الخميس. صافي، هذا الكلام قبل يومين، بس عشان تشوفوا عدم المسؤولية عند هؤلاء الناس. أنا ما أقول لكم ما يصلحش هؤلاء يكونوا أئمة، ولا يصلحش حتى يديروا مثلا مراكز إسلامية، ولا يصلح أن يكونوا مسؤولين عن شأن إسلامي ديني، ما يصلحش إطلاقا. والله يا أخواني، والله لا أتجنى عليكم يا أخواننا في الجزائر، ما يصلحش. أنتم لستم أهلا لمسألة أنكم تتحدثون أو تكونوا مسؤولين عن دين الناس وصلاة الناس وصيام الناس. أنتم هذه مسؤولية لا علاقة لكم بها أصلا، لكن قدر الله ما شاء فعل، أنه عميد مسجد باريس اسمه عميد مسجد باريس، وكلهم جزائري، رغم أن المسجد بنته المغرب أصلا، حول ولا قوة إلا بالله. يعني المركز الفرنسي لمسلمي فرنسا وجميع المراكز الأوروبية لمسلمي أوروبا أقروا على أن الخميس هو أول أيام رمضان، ويأتي لك هذا في باريس ويقر رمضان يوم الأربعاء. عناد. ليش يا روح أمك؟ قال لك والله رئيس القائم أو المدير على المركز الفرنسي لمسلمي فرنسا مغربي، عمل للمخزن مروكي، قال لك هكذا. وشوفوا يركب راسه، رغم ان المسألة مسألة صيام، وكل الدول الأوروبية تقريبا أجمعت، وكل المسلمي فرنسا تحديدا، على الأقل مسلمي فرنسا بمساجد فرنسا ومراكز فرنسا الإسلامية كلها يعني أقرت على أنه الخميس سيكون. قال لك لا هذا مروكي، هذا مغربي، ويطلع لك قرار هو في مسجد باريس على أن عن رمضان الأربعاء، وصاموا من أمس. هكذا عناد. هذا كيف تقرأوا أنتم هذا التصرف؟ هذا العناد أنتم كيف تسووه؟ يعني أنتم كيف تقرأوه؟ إذا كانوا المسلمين في فرنسا أو الجهة التي تمثل المسلمين في فرنسا والذي تتحدث باسم المسلمين في فرنسا أقرت على أنه رمضان يوم الخميس، أنت مسجد، أنت واحد مسجد، صحيح المسجد الكبير في باريس، لكن أنت مسجد من مساجد كثيرة أقرت إلا هو. ليش؟ لأنه هو جزائري، والمركز الإسلامي الفرنسي فيه نخب من الإخوة المغاربة، فالرجل ما عجبه، وكذا يضرب عرض الحائط برمضان، صيام متى يبدأ رمضان كذا وهكذا. ولذلك نقول لهم ما تصلحوش يا أخواني. أي مسجد يديره تبوني موال للنظام العسكري هذا مسجد ضرار. مسجد ضرار المفترض أن يفعل به ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بمسجد الضرار، وأنتم تعرفون ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بمسجد الضرار. أنا أرى المسجد الذي يخطب فيه أو يؤمه أو يديره واحد تبوني يديل بالولاء للنظام العسكري في الجزائر، هذا مسجد ضرار لا يراد به وجه الله، مسجد لم يؤسس على تقوى من الله،
ومسجد ضرره أكثر من نفعه، ومسجد يضر المسلمين أكثر مما يضر. وهذا للأمانة أنه المفترض أن أنتم تتحركوا في أوروبا، وما ينبغي أن يكون هناك مسجد يديره تبوني. إذا في الجزائر بكامل القوى العقلية خلوا يأذن، يكون مؤذن، يكون مدير هكذا، لكن أنه يكون صاحب الكلمة أو يكون هو الخطيب أو يكون هو المفتي، لا، ما يصلحش تبوني مفتي. أنا بثبت لكم بعد شوي أنه ما يصلحش، ما يصير أصلا يا إخواني، ليسوا أسوياء. حتى العلماء عندهم، حتى العلماء يعني الطيبين قد ماتوا في العشرية السوداء. كان في الجزائر نخب ومشايخ، رحم الله الخطابي، عفوا اسمه هذاك بن باديس، ورحم الله الإبراهيمي، ورحم الله أسماء كثيرة جدا كانوا علماء أجلاء، علي بالحاج اللي حابسينا. يعني النخب والعلامات والعلماء والمشايخ المحترمين هو إما تحت الإقامة الجبرية وإما قد ماتوا في العشرية السوداء. ما عاد فيش اللي موجودين الآن هذولا متدينين مخابراتيا، متدينين تابعين للمخابرات عبلة للمرادية. ولذلك أنا والله العظيم لا أتصور أبدا، لا، لأنه أنتم أصلا حديثي عهد بمسألة المساجد، أنتم ما فيش عندكم خبرة أصلا، وسبحان الله غير مقبولين. والله أنا لست الوحيد. عندما تسمع التوانسة مقبولين، المغاربة مقبولين، اليمنيين مقبولين، حتى السودانيين مقبولين، الذين من جميع البلدان، لما تقول لك إمام يمني، الله، إمام مغربي، يا سلام، إمام تبوني، أعوذ بالله، يا أخي يترك الصلاة ويمشي ما عاد تصليش. فأنتوا يعني بالعقل هكذا تركيبتكم وتركيبتنا ونفور الناس منكم ما يصلحش أنكم يعني تتصدرون خطابا دينيا، لا من قريب ولا من بعيد. لستم أهلا لهذه المهمة. مصدين، عقولكم مش طبيعية، وناس عندكم أحقاد من نصف البشرية، وحالتكم حال يعني فقط لأنه القائم على المجلس الفرنسي لمسلمي فرنسا مغربي، الرجال رفض رمضان بكله، ضرب رمضان عرض الحائط. ليش يا أخي؟ مروكي، على رأسه مروكي. هذه مشكلة عويصة، ونطالب جميع المؤسسات الدينية أن يسحبوا أي تبوني. أنا لا أقول جزائري، إذا كان جزائريا محترما ممن تربوا خارج الجزائر، أما من هذول اللي عدم لا تضعوهم على، لا ينبغي أن يعتلوا المنابر، لا ينبغي شيء. لو تشوفوا على خرطات في داخل الجزائر، قسما بالله العظيم يا جماعة أنهم يخرطوا خرطات. قلت لكم وزير الأوقاف بيخرط في عرفة، داخل عرفة وبيخرط، بيجيب لكم كلام أقسم لكم بالله ما يدخل عقل الحمار، ودخل عقول الجماعة هذول عادي جدا. والله لا ينبغي أن يكون هناك إماما تبونيا، ما ينفعش. هذا المسجد سيكون مسجد شوشعي بامتياز. هذه تسلم للمغاربة، تسلم لليمنيين، تسلم للسعوديين، تسلم للخليجيين، هم ما شاء الله قراء ورائعين وممتازين. أما هؤلاء والله العظيم يا أخي إلا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم أو يأخذهم. شوفوا بس هذا أنتم تعرفوا مسجد باريس هذا حتى هو مشبوه، يعني دوره مشبوه. مسجد باريس هذا، مسجد باريس الكبير، يعني تحس أنه مؤسسة فرنسية بحتة لا علاقة لها لا بالإسلام ولا بالمسلمين. مسجد باريس فيه والله فيه حاجات غريبة وعجيبة تصدر من هذا المسجد، وكأن الحكومة الفرنسية نفسها هي التي توظفه لحاجات في نفسها، لحاجات في نفس فرنسا وفي نفس ماكرون. تذكروا عندما كان يدعو لفرنسا وكل شعبها، عادي، شوف واللهم احفظ فرنسا وكل شعبها. الأخ هذا جزائري الإمام هذا أحد الأئمة في هذا المسجد الكبير يدعو لفرنسا. ليست هنا المشكلة. قد يقول قائلكم ما المشكلة أنه يدعو لفرنسا؟ فرنسا هي التي فتحت المسجد وهي التي تسمح بالمسجد، وفرنسا فيها تعايش وجمال وروعة. لا، ليست القضية هذه. لكن هذا نفسه الذي يدعو لفرنسا، ورغم أن فرنسا لا تلزمهم بالدعاء لها، والله احنا في بريطانيا ندعو على بريطانيا
في أئمة في بريطانيا يدعو على داخل بريطانيا ويدعو على بريطانيا وعلى من يدعم وعلى من يفعل. هي القضية هنا مش قضية أنه لماذا يدعو على فرنسا أو لماذا يدعو لفرنسا. نقول هو الرجل فرنسي ويعيش في فرنسا، وفرنسا هيئت لهم وربما عليه إلزام، وربما. لكن لو سألت هذا الإمام وتقولون له ممكن أن تدعو لنا للمملكة المغربية يا أخي، والله ما يدعو. والله لو جيت تقول له مثلا يا أخي المملكة المغربية عندهم نوازل مثلا، عندهم فيضانات، اللهم كن مع إخواننا في المغرب، اللهم كن مع المملكة، والله ما يدعو. مستعد يدعو لفرنسا. لكن لو تقول له تدعي على ويلي هذا تأتي هم يعني أوامر من داخل المرادية أنهم يعزلوه. وفرنسا رغم أن فرنسا قد فعلت ولا تطلب فرنسا أصلا، لا تطلب فرنسا أنه يدعو لها هذولا. وبعد هذولا هم أكثرهم فرنسيين، يعني تحس أنهم من عيال الحركة ومؤسسات الجمهورية، واجعل فرنسا بلدا آمنا مطمئنا تتعايش فيه كل الجالية الوطنية بمختلف فئاتها وطوائفها في أمن وسلام. آمين، اللهم آمين. اللهم احفظ فرنسا. يا فرنسا قد مضى، يا فرنسا قد مضى وقت العتاب. واحد يقول لفرنسا يا فرنسا قد مضى وقت العتاب، واحد يقول اللهم احفظ فرنسا. ولا عدرينا وين انتم رايحين صاحبي. لكن يلا التدين الشوشعي هو ينتج مثل هذه الأمور. هذا الرجل لو هو يقول لك والتعايش ده، لو تقول له التعايش بين المسلمين، لماذا لا تدعو للمغاربة والجزائريين أن الله يؤلف ذات بينهم؟ لماذا لا تدعو وتقول لعنة الله، اللهم عليك بمن أفسد ذات البين بين الجزائر والمغرب، اللهم عليك بمن شتت هذين الشعبين المسلمين، اللهم من أراد بشعب المغرب وشعب الجزائر هذه الشعوب المسلمة اللهم اقسم ظهرها، اللهم جفف نسلها، اللهم خذه أخذع. ما يدعوش. لكن فرنسا اللهم احفظ فرنسا وجميع فرنسا. آمين آمين. المهم بعدين إذا انت هكذا وغير على فرنسا، وروح خاطب السفارة الجزائرية يقول لها حشوم عليكم، هذه فرنسا ونحن ندعو لها وانتم تكتبوا لي في السلام الوطني يا فرنسا قد مضى وقت العتاب وتخاصمنا على حجز الغراب وتواتينا على أكل الكباب. هذا علم عجيب، واحد يدعي لها وواحد يقول لها يا فرنسا قد مضى وقت. خلونا نشوف الفتوى التبونية ونشوف لكم البلاوي الجديدة. اسمعوا رقم 184. لحظة يا روح سورة البقرة رقم 184. أيوة. الأخ هذا يصف نفسه أنه مختص في علم الشريعة. اسمعوا العلامة عندما يفتي التبوني فتاوى، هذه فتاوى الكذب والمجون على مذهب العلامة تبون. قال لك في سورة البقرة ايش قالت الآية؟ بقرة 184 قال لك وعلى الذين قال لك ماش قال لك، قال تعالى قال لك كأنه بيتكلم عن واحد صاحبه. قال لك ايش قال لك يا صاحبي؟ الله يقلقل ضروسك، الله يقلقل ركبك، الله يقلقل عظامك. في سورة البقرة قال لك منو ذي؟ قال لك تأدب. قال تعالى، قال سبحانه وتعالى، قال لك كانوا بيتكلم عن شوشع ولا عن شنقريعة. لو بيتكلم عن تبون يقول قال فخامة الرئيس عبد الله. لكن كلام الله قال لك. ايوه ايش قال لك؟ 80 قال لك وعلى الذين يطيقونه فدية، يعني الإنسان اللي يقدر يصوم وما يحبش يصوم، ما نفحتلوش يصوم، هو ما نفح. وعلى الذين يطيقونه طعام فدية مدري، يعني واحد ما نفحتلوش ما بغاش يصوم. يعني شوفوا يا أخي على دين، أمانة الله لا دين. هذا شارب صاروخ، هذا نادع صاروخ في السحور، صاحبنا تسحر بصاروخ ابن كلب أو في الفطور. قال لك ما نفحتلوش. إذا واحد ما نفحتلوش ومالش نفس، ماله نفس، يعني ما جات على باله يصوم، أظن ما له مزاج أصلا أنه يصوم من حيث الأساس، فليفدي.
يقدم الفدية، عنده فلوس قدم فدية، خلي واحد ويعطيها لواحد، وانت كل في نهار رمضان وتغدى وكلك سكران طايح في الدروج في نهار رمضان، وبوسوا ولا تعسوا ومصوا ولا تكسوا، كل ما لذ وطاب، كل ما لذ وطاب. أنا لي على فتاوى تبونية، يا عيبا عندما يفتي التبوني. ألا شوفوا الكوارث، شوفوا الكوارث. وفسر لك الآية وعلى الذين يطيقون